انا دكتور ايمن، والنهارده هنشوف الانستجرام بيقول لكم تعملوا ايه في بشرتكم. يلا نسمع هبد السوشيال ميديا. لحظه، هذا تاتو، دي بتحدد شفايفها بتاتو. ليه بتحددي شفايفك بتاتو؟ هي لوحه في ثالثه ابتدائي لازم نحددها بلون معين عشان تبقى؟ لا حرام عليكي. طب هو الابيض اللي حوالين شفايفها ده بقى غرضه ايه؟ عشان تبان اكتر؟ يعني ده مش اراجوز كده؟ هي مش شبه الجوكر يعني؟ حط يا ابني صوره الجوكر. طبعا ده ملوش علاقه بالطب، يعني ده هبل. يعني فيتامين اي خلى بشرتها مرايه. فيتامين اي من غير ي. فيتامين اي طلعوا قمح ورج وكده ولفوا بالبكر. How do you do your skin? How does it look so perfect, girl? انت هتحوري يا اخت، انت بشرتك مثاليه وجميله ومش عارف ايه. يعني هما بيسالوها بيقولوا لها ازاي بشرتك مثاليه وحلوه كده؟ راحت عامله لهم اهو الازازه دي. احنا هنحور؟ يعني مش بتحطي صن بلوك، مش بتحطي مرطب، مفيش غسول، مفيش سيرم هيالورونيك اسيد. يعني انا دكتور جلديه ولافف وعارف الكلام ده كويس. ما البشره دي مصروف عليها برضه. فيتامين اي لو عندك نقص فيه تاخده، لكن غير كده لا، ومش هيخلي بشرتك مرايه ولا حاجه. دوكو، رشوا دوكو الاول، لازم تنضف قبل ما تدهن. وبعدها حطوا البوهيه ورشوا تاني عشان تثبت. طب ليه انتوا لسه منضفين بشرتها؟ ليه توسخوها تاني؟ يعني حرام كده يعني. لسه حاطين حاجات وشايلينها ونضفتوا بقى خلاص مطينها تاني؟ ليه كده؟ ليه حرام عليكم؟ مصروف عليها البشره دي. تبذير اوفر يعني بصراحه. ايه يا جدعان ده؟ انتوا بتجيبوا اي حاجه من الدرج تحطوها على وش الولايه دي ولا ايه؟ وهي ازاي موافقه بالكلام ده؟ وازاي الرموش الصناعيه اللي هي مركباها دي ما وقعتش كل ده؟ احنا دخلنا بقى في الاشعه، يعني بقى هنعمل علاج ضوئي بقى فوق الحاجات اللي بتتعمل دي. هنعمل علاج ضوئي ده. شيل الماسك. في الاخر حطت سيرم، ماشي. ودي الطريقه المثاليه يا ست الكل، اللي واحده تضحك عليكي وتاخد منك 10,000 جنيه عشان تحط لك اي هبل على وشك.